اخوان كلشي كيقلب اين منصة كتخلص على المشاهدات. كلشي شي كيقول لك المنصة انستغرام كتخلص مزيان، شي كيقول لك يوتيوب، شي كيقول لك فيسبوك، شي كيقول لك تيك توك. في هذا الفيديو هذا غادي نشرحكم كلشي بالتفاصيل، كلشي غادي نشرحكم، حتى شي حاجة ما غادي نخبيها عليكم. اخوان اول حاجه غادي نهضروا على الانستغرام. انستغرام ما فيهش الربح للمشاهدات، واخا يجيب الفيديو ديالك مليون مشاهده ما غاديش تربح عليه. انستغرام كيخدم على العلامات التجاريه، يعني دير اشارات. لا كان الكونط ديالك، كل ما كان الكونط ديالك طالع مزيان، كل ما غادي يجيو عندك الناس وغادي يقولوا لك درنا اشارات. وانت وشطارتك كيفاش غادي تفهم على الاشهار، ويقدر يدخلوا عليك شركات ويقولوا لك دوزنا الاشهار ديالنا في الفيديوهات ديالك، وديك الساعه انت كتفهم معاهم على الثمن ديال الاشهار. هذا من ناحيه ديال انستغرام. ناحيه ديال تيك توك، تيك توك فيه الربح للمشاهدات، ولكن ماشي في جميع الدول. الدول اللي عندها بيتا، الناس اللي عندها بيتا غادي تربح من الفيديوهات، وفي نفس الوقت غادي تربح من اللايفات اذا كانت كدير اللايفات. اما بالنسبه للدول العربيه ومن بينهم المغرب كيربحوا غير من اللايف وبعد الاعلانات، ولا يدير هذا اشهارات في الفيديوهات ديالو، يدوز الاشارات ديال الناس، ولا يمشي عند الناس مثلا المحلات ديالهم ويدير لهم اشارات، ولا تبيع شي منتوج. هادشي اللي عندك فيه الربح في التيك توك. نمشيو دابا الفيسبوك. فيسبوك فيه الربح، ولكن فيه الربح من الاعلانات. كل ما تحطوا الاعلانات على الفيديو ديالك كل ما غادي تربح مزيان. اما لو كان ما تحطوش الاعلانات على الفيديو ديالك، واخا يكون الفيديو ديالك ضارب مليون مشاهده ما غاديش تربح عليه. ولكن ضروري خص تكون محقق الشروط ديال 60,000 دقيقة و5000 متابع في فيسبوك، عاد باش يمكن لك تربح. وهادشي لا قبلوا لك الصفحة ديالك ولا كنتي كدير محتوى اصلي. اذا كنتي كدير محتوى ديال الناس يقدر في اي دقيقة يحبسوا لك الربح، وهذا ماشي في الصالح ديالك. على هذاك الشيء قبل ما تدخل هادشي هذا خص تفكر في المحتوى الاصلي، عاد دخلنا الميدان هذا. ندوزو المنصة الرابعة اللي هي يوتيوب. يوتيوب منصة زوينة بزاف، وكتخلص على المشاهدات، والخلاص ديال المشاهدات ديالك كيختلف من دولة لدولة، وكيختلف حتى في الناس اللي كيشاهدوك من دولة لدولة. يعني حتى في المغرب وكيشاهدوك الناس من اوروبا وامريكان وديك اسيا، غادي تكون ارباح ديالك طالعه بزاف. ماشي بحال واحد كيشاهدوه غير الناس من الجزائر والمغرب، هذيك كون مشاهدات والخلاص ديالهم ضعيف. مثلا في المغرب انت فيديو ديالك جاب 100,000 مشاهدة، 100,000 مشاهدة غادي تربح لي في المغرب غير بالناس اللي كيشاهدوك في المغرب، تربح لي 600 درهم، 700 درهم، 800، تقدر توصل حتى 1000 حتى 900. اما لو كان كيشاهدوك من الميريكان غادي يكون ربحت اكثر من 1000 درهم، يعني يكون وصل حتى 1500 درهم. بالنسبة لك كنتي فاتح قناة ديالك فتحة على شي دولة أخرى مثلا أمريكا، يعني الربح الار بي ام ديالهم اللي يكون طالع. مثلا في المغرب لا تخلص على كل 1000 مشاهدة ب10 دراهم، ثم تقدر تخلص على كل 1000 مشاهدة ب30 درهم، 40 درهم، حتى 50 درهم. يعني الار بي ام كيختلف من دولة لدولة. على داكشي يوتيوب كنصحكم به، ولكن يوتيوب صعيب بزاف باش تحقق الشروط ديالو، صعيب بزاف، والفيديو ديالو صعيب يطلع. يعني خص يكون عندك فيديو ناضي، المونتاج ناضي، شي حاجه واعره باش يوصل الفيديو ديالك ديك 200 300 400 هكا. ماشي بحال الفيسبوك. الفيديو غدار دلوحو غير بالضحك يقدر يوصل لك مليون مشاهده، 2 مليون، 3 مليون. اما يوتيوب لو كان ما كانش فيديو ناضي بالمونتاج ديالو بالتصوير ديالو كلشي ديالو ما غاديش يمشي فايرال. وهادشي اللي كنشوفو الاختلاف ديالو مع الفيسبوك. ولكن من ناحية الربح فيه الربح. حتى الفيسبوك فيه الربح، ولكن الفيسبوك خصك تحط الاعلانات، وتكون اما فيسبوك يحط لك اعلانات على الفيديوهات ديالك، اما انت كتدخل القناة ديالك والفيديوهات ديالك ودير تعديل ديال الاعلانات عليهم، ودير شي 4 الاعلانات في الفيديو. يكون عندك فيديو طويل، كل ما كان عندك فيديو طويل كل ما عندك فرصة دير اعلانات بزاف على ديك الفيديو، وكل ما شاهدوا الناس ديك الاعلانات كاملين كل ما عندك الارباح مزيانة. وهادشي اللي كاين الاخوان، وكنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وتفاعلوا معنا في هذا الفيديو، ودعمونا بالمتابعة والبارطاج. وتحياتي لكم، الله يسهل لكم، اي واحد فين شي حاجة الله يوفق الاخوان.